يوم من الأيام كان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ساهرا ذات ليلة يكتب بعض الحسابات الدولة ويحرر بعض الرسائل العامة، وقد أضاء ضوء ليكتب على ضوءها، فدخل عليه رجلا. هو من أنت؟ لا تخاف لا تخاف، أنا أتيت لأتحدث معك بشأن المزرعة. وأخذ يتحدث بشأن المزرعة تعود للخليفة، فأطفأ الخليفة المصباح. توقف عن الكلام قليلا، سوف أطفئ المصباح، سوف أشعل بدلها الشمعة. هذه شمعتي. أكمل ما كنت تقول. وقال: لا تؤاخذني، فإن الزيت الذي في المصباح هو من الدولة، ولقد كنت أستضيء به وأنا أكتب ما يتعلق بمصالح الناس. أما الآن أنت تخبرني، تتحدث معي عن شيء من مصالحي الخاصة، وهذا فليس لنا حق في استعمال هذا الزيت. حسنا، مزرعتك. هكذا كان آباؤنا وأجدادنا يحرصون على المنافع العامة، فعموا الرخاء والسعادة ونالوا النصر والعز الموجد. وبس، أحبكم.